السلام عليكم، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من حلقات مطبخ اسماء وسلمى. هنعمل مع بعض النهارده صينيه بطاطس بيضه بالفراخ المشويه. ايوه، معايا فراخ كده انا متبلاها بالفلفل الاسمر والقرفه والزنجبيل والروزماري والملح والصويا صوص ودبس الرمان والليمون. انا متبلاها قبلها بساعتين بالشكل دوت. وحضرت طبعا بصل مقطعاه طرنشات، وبطاطس مقطعه طرنشات كده وسط، وفلفل رومي اخضر وفلفل حار. دي الفراخ بتاعتي بقى المتبله. هنبدا بقى احضر سيرفيز بايركس بالشكل دوت. اوريكم بقى نعمل ايه. الوصفه دي سهله وبسيطه جدا وما بتاخدش وقت. حضرت البطاطس المقطعاها وسط كده بالشكل دوت، البطاطس الغنيه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم بالشكل دوت. وهبدا اضيف لها البصل الغني بفيتامين بي وسي اللي بيقوي المناعه، وكمان حمض الفوليك الضروري لنمو الخلايا والتمثيل الغذائي المهم بشكل خاص للحوامل. طبعا حمض الفوليك ده مهم جدا لكل السيدات وخاصه الحوامل. هبدا اضيف البصل بقى معايا كده بالشكل دوت. انا مزوده البصل شويه عشان هو مفيد طبعا، ولما بيدبل في الفرن مع الفراخ المشويه بيبقى طعمه لذيذ ورائع. وهضيف لهم بقى الفلفل الرومي والفلفل الحار بالشكل دوت. الفلفل الرومي الاخضر طبعا غني بالزنك والمغنيسيوم والكالسيوم برضو، والحر برضو اديته سنه حرقان كده عشان الناس اللي عايزه تخس بالشكل ده. وهبدا اضيف الفراخ بتاعتي بقى. طبعا الفراخ كلها بروتين، مفيده جدا لتقويه العضلات وبناء العضلات بالشكل دوت. الفراخ متبله، تبليها كما تشائي باي تتبيله انت عايزاها. احنا هنتعامل مع الفراخ كانها فراخ مشويه بالظبط. هي بالظبط انا بشويها بس على البطاطس. سهله وبسيطه جدا. وهبدا احط طبقه كمان من البصل بعد ما اخلص الفراخ. انا دي الفراخ بتاعتي ومعاها الاجنحه والرقبه. كل دوت انا متبلاه وحطيته على وش البطاطس. هبدا احط بقى كمان طبقه من الفلفل والبصل الباقي معايا على الوش برضو بالشكل دوت كده. انزل كل المكونات الباقيه معايا على الوش بالشكل ده. الفراخ كده في المرحله دي ريحتها جميله قوي من التتبيله، بصراحه جميله قوي. والبصل اللي انا مقطعاه كده بالشكل وسط، لا رفيع قوي عشان ما يتحرقش مني ولا تخين قوي بالشكل ده كده. ممكن بقى اضيف لها شويه زيت صغيرين خالص على الوش كده عشان الفراخ بتاعتي شكلها يبقى مقلي واحمر كده في الشوايه، وما تلزقش في الورق الفويل اللي انا هحطه عليها دلوقتي بالشكل ده كده. الصينيه اصبحت جاهزه. هتاخد بس تسويه في الفرن من ساعه لساعه ونص على حسب الفراخ كبيره او صغيره. عايزه تضيف لها الميه دي اختياري. انا ضفت كوبايه ميه كده. سلمى عندي بتحب الفراخ فيها صوص شويه، والصوص ده بيبقى عامل شوربه كده وطعمه جميل قوي بصراحه. عايزه تخليها ناشفه خالص تاكليها بالشوكه كده مفيش مشكله، تاكليها بالعيش ماشي. لكن انا هعمل جنبها رز فعملتها بالشكل دوت يبقى فيها صوص. هحطها بقى اغلفها وهدخلها الفرن. حطيت برضو، حسيت ان الملح قليل، انا كنت حاطه الملح قليل في التتبيله فزودت كده شويه ملح عليها. طبعا الملح مع الميه مع السخونيه هيملح البطاطس وهيملح البصل والفلفل، مش هيملح الفراخ بس من على الوش بالشكل دوت كده. وهغلفها بقى بالفويل وهبدأ ادخلها الفرن على اعلى درجة حرارة. هولع الشواية وهولع الفرن، بس هسيب الشواية ولعة بس مع الفويل المتغطي كده عشان الفراخ بتاعتي ما تتحرقش. هي هتستوي بقى وهتبقى مستوية جدا. ساعة بصراحة الفراخ ما بتاخدش مع التتبيلة ما بتاخدش ساعة في الفرن. وبعد ساعة هبدأ اشيل الفويل بتاعي واسيبها بقى تتحمر، تاخد اللون الاحمر وتطلع بقى بالشكل الجميل الرائع ده كده. بالشكل ده كده زي ما شفنا حمرا وجميلة وريحتها جميلة قوي بصراحة وطعمها رائع. شايفين البطاطس عاملة ازاي؟ مش مهرية ولا حاجة، جميلة ومستوية. والبطاطساية زي ما هي بالظبط ماسكة نفسها وطعمها جميل ورائع وملحها مظبوط جدا ما شاء الله، جميلة. الفراخ بالشكل الرائع الجميل دوت ماسكة نفسها برضو، وفي نفس الوقت الفص بتاعها مستوي خالص كده. هي خدت ساعة بالظبط بالشكل ده. الفصها ابيض وجميل ازاي وطعمها مشوية خالص. عايزة تزودي لها بقى فحماية وتديها ريحة المشوي مفيش مشكلة. ده شكل صينية البطاطس بالفراخ المشوية بتاعتنا. لو عجبتكم الوصفة بتاعتنا ما تنسوش تدعمونا بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة مفيدة من مطبخ اسماء وسلمى.